اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات استوديو اكس بودكاست بارد باي فاي ايجيبت اند امباور. النهارده معايا بقى مفاجاه لطيفه جدا. اول محلله اداء كوره في مصر كابتن هبه. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه وبخير. زي الفل. عايزين قبل بس ما نخش يعني في التفاصيل معاكي الاول نبارك طبعا النادي الاهلي مبروك فوزه طبعا. على العين ب3 عشان يعني يقدم اداء بالنسبه لي كان مفاجاه بصراحه، ولا انت ايه رايك؟ طبعا مبروك لنادي الاهلي وجماهيره، والاهلي قدم مباراة جيدة جدا وكان مسيطر على اغلب احداث المباراة ويستحق الفوز بثلاثية. وعايزين طبعا برضو نتكلم عن ال3 لعيبه اللي عندهم مشكله مع نادي الزمالك. ربنا طبعا ان شاء الله يعني يفك اسرهم. احنا سمعنا يعني ان الحمد لله يعني ان في احتمال يعني ان الدبلوماسيه المصريه دخلت يعني، وفي اتجاه ان دوله الامارات يعني رئيس الدوله يعني ان شاء الله يعني هيطلع عفو ملكي علشان خاطر ان شاء الله يخرج اللعيبه يعني من الازمه دي. ويا رب ده يكون درس للعيبه يعني. ولا انت شايفه ايه بقى الموضوع؟ والله نتمنى طبعا خروج اللعيبة، الموضوع ما كانش مستاهل ان هم يتعصبوا او يحاولوا يعملوا اي حاجة غلط، يعني لان في النهاية دي بتبقى مشاهد مسيئة يعني لمصر، مش لنادي الزمالك وبس ومش لنفسهم. وفي نفس الوقت ما نتمناش ان هم يتعاقبوا، يعني هو طبعا لازم اي حد يغلط يتعاقب، لكن في النهاية هي تعتبر هي مشادة او خناقة في الملعب، ما كانوش قاصدين، وبجد نتمنى عودتهم قريب جدا. عايزين نخش بقى في الحلقه بموضوعها، وعايزين نتعرف على هبه ابو جامع. اهلا بيك. اهلا بيكي. انت بدات منين فكره الفكره انك تبقى محلله اداء؟ يعني كانت البدايه من الاول جايه منين؟ في مجال التحليل ولا قبل ما ابدا يعني اصلا الموضوع من خالص؟ اوله بقى، احنا عايزين نعرف بقى ونعرف في كل مجال الناس اللي بيتفرجوا الرياضه. علينا الموضوع كله بدا منين. في البدايه انا كنت صحفيه ومراسله في مجال الرياضه. يعني اشتغلت في مواقع وجرايد وقنوات كتير، لحد ما ابتديت ان انا اغير كاريري شويه بس جوه المجال. يعني فضلت برضو، رحت نادي وادي دجله بعد مشوار يعني في الصحافه كبير، واشتغلت في الأكاديمية، بس برضو كنت في مجالي عادي، يعني كنت مسؤولة أو مديرة الميديا في الأكاديمية بكل فروعها. اه يعني انت دخلتي وادي دجله الاول از مديرة ميديا. يا ميديا، صح كده؟ اه. حلو. بعد كده ابتدت الفكرة لما يعني اتنقلت لإدارة تانية اللي هي قطاع الناشئين أو قطاع الكورة في النادي. اشتغلت برضو في المركز الإعلامي، وكنت بغطي الفريق الأول، فرق الناشئين، لحد ما كان في محلل أداء في الفريق الأول رجالة، وطلب ان انا يعني اشتغل مساعد ليه في كويس. الجزء الخاص بتحليل الفيديو اه وتصوير المباريات والتمارين. انت داخله اساسا على ان ليكي اكسبيرينس في موضوع الميديا، في فكره التصوير والتقطيع والحاجات دي، فهم حبوا يستغلوا النقطه القويه اللي عندك دي في ان هم يدخلوكي مجال التحليل معاهم. ان انا اكون مساعد. اه وبعد كده يعني ما كنتش لسه انضميت للجهاز، انا كده كده كنت بتعلم وكنت باخد ورش عمل، بس ما كويس. كانش الموضوع يعني مش كهوايه. متأكدة ان انا هنجح يعني انت او واخده في هوصل. الاول كنت بتاخدي الورش دي كهوايه، مش انك يعني مش كانش ده التارجت في دماغك يعني. علشان افهم كل حاجة بتحصل في الملعب، افهم كل حاجة شيء كويس قدامي. قوي ما شاء الله. فلحد ما اشتغلت مع الفريق الأول، كان المدير الفني هو اليوناني مستر تاكس. و تاكيز جونياس. اه ده من الناس القويه قوي كانت في مجال الكوره بصراحه. هو ليه ناس بتحبه كتير قوي في مصر، وكانت بتتابع وادي دجلة عشان خاطر اسلوب لعب كورته كانت مستر حلوه قوي. تاكس. كره الاستحواذ والبيلد اب من دي تحت دي اللي كان حقيقة بيصر فعلا. عليها دي. كنت بتواجهوا المشكله دي ازاي مع الجمهور؟ انت اصلا عارف ان وادي دجله دي الناس بتتفرج عليه، فبرضه مع النتائج دي كان بيصر. انا كنت دايما عارف ان هو بيصر على الطريقه. اكيد يعني كان يعني اكيد الناس بتقابله في النادي بتقول له غير الطريقه ولا حاجه يعني. وادي دجلة كان ليه جمهور، اه انا عارف، ما هو طبعا النادي أعضاء النادي اه. أو مشجعين الكرة اللي بيحبوا الكرة، اللي بيحبوا الفرق اللي بتلعب على الاستحواذ والبيلد اب، تبني الكرة من ورا. في جمهور كبير كان عنده شغف كتير جدا ان هو يتابع وادي دجلة عشان خاطر اسلوب لعب المدير الفني. تمام تمام. هو قرر ان هو يضمني للجهاز كمساعد لمحلل الاداء. ده من طبعا. حظنا، من حظنا يا هبه والله. طبعا دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لأي حد للإدارة مثلا، يعني قالوا له طب دي نحطها في الجهاز ازاي، دي بنت. قال لهم عادي بنت بس بتشتغل زي الرجالة واكتر من البنت زي الرجالة. الولد.
ماشي كمالة عدد ها. لا، وقال لهم ماشي بتشتغل اكتر من الرجاله كمان. كمان، طب كويس والله. وفعلا وافقوا على قراره وضموني للجهاز كمساعد محلل الاداء. وفضلت كده كام سنة. يعني كان في محلل أداء مصري وفي محلل أداء أجنبي ومحلل أداء أجنبي تاني، يعني كنا تيم كده. كل فترة ممكن بيتغير بقى المدير الفني، بيتغير المدربين، بيتغير محلل الأداء. في وقت معين قررت ان انا اخد الجراءة يعني، واخد خطوة ان انا اخد دورات معتمدة في تحليل الأداء. هي كانت خطوة في دماغي فكرت فيها كتير. وكمان حتة ورش العمل والمحاضرات الأونلاين ادتني الثقة ان انا لا هقدر ان انا يعني ادخل المرحلة دي. كنت عارفة ان هي مرحلة صعبة ان انا اقعد اذاكر وادرس كتير، لكن الحمد لله ان انا خدت الخطوة دي. بس خدت دورات كتير قوي في تحليل الأداء جوه مصر وبره مصر. بعد كده لقيت ان انا محتاجة كمان يعني برضو افهم افكار المديرين الفنيين. طبعا كنت بحضر المحاضرات مع المدربين عندنا، وكمان النادي ساعدني ان انا اخد دورات جوه النادي. وبقيت اخد دورات تدريب، يعني رخص تدريب ودورات ودبلومات. ودي حاجة علت مني يعني، او علت من مستوى الحاجة اللي انا عاوزة اوصل لها. والله برافو انك يعني عايزه تخدتش الموضوع بس انك شويه لقطات فيديو وبتاع وحبيتي تطوري من نفسك، يعني دي حاجه والله تحسب لك يعني. لا، هو جه عليا وقت خلاص انا حطيت ان ده تارجت بالنسبه لي ولازم احققه تحول لباشن مهما بقى كان صعب. خلاص، يعني عايزه بقى خلاص محليه اداء رسمي يعني. بالظبط. طيب ماشي وبعدين هكملي. الحمد لله يعني في النهايه كان جه مدير فني، يعني غير مستر تاكس كان في مديرين فنيين في النص كده، لكن اللي كان في يعني لحظه تحول معاه كان مستر ايجور توليتش المدير الفني الكرواتي السابق لوادي اه دجله. عارفه توريتش اه. وكابتن محمد بركات المدرب العام كان هو المدرب المساعد ليه يعني رقم واحد. ادوني فرصة ان انا احلل. اه ادوني ده انت فرصة دخلتي بقى سبتي بقى قصه خلاص، الفيديو وابتديتي يبقى في ابجريد. حلو. وان انا اكون موجودة في المحاضرات على طول، ان هم كمان يعلموني الحاجات اللي انا سواء في طريقتهم او اسلوبهم او بشكل عام. ادوني فرصة، يعني ادوني ثقة اعلى ان انا فعلا فعلا هقدر اكون رقم واحد، يعني مش مساعد. لا، انا حد راس براس مسؤول. زيك بقى زي غيرك. مسؤول وبيعتمد عليه، ووصلت لمرحلة ان انا اشتغل لوحدي يعني. برافو. فدي كانت بالنسبة لي طبعا حاجة كبيرة، ويعني بتعكس مدى ان هم كانوا شخصيات محترمة يعني، وعقليات وثقت في بنت. ممكن حد تاني، ممكن حد مصري ممكن اه طبعا لا لا عشان هو ممكن حد تاني اللي ما خدمك يعملش طبعا ان كده. كان في مدربين اجانب مش هنضحك على لا، بعض يعني. والمدرب المصري كابتن محمد بركات هو اول واحد اداني الفرصة اصلا، ده كمان اللي هو هو اللي انا اداك شغالة معاه الفرصه. دلوقتي. لا والله طب والله ده يعني حاجه هو كويسه جدا. اول واحد اداني فرصة الثقة. انتي بس اللي هتشتغلي. انا يعني شغلك هيكون مهم. جاي له احنا جاي له بس خليني اسالك قبلها، الفرق بين تكيس جونياس في الشغل والفرق بين تاريتش في الشغل. انت طبعا عصرتي ده وعصرتي ده، ايه الفرق بينهم؟ الفرق في ناحية ايه بالظبط؟ الشغل اسلوب الشغل بتاعه، أه الطلبات اللي بيطلبها منكم من فريق التحليل ايه؟ الطلبات اللي بيطلبها كان تاريتش ده الاثنين واحد، ولا ده مثلا ليه طلبات معينه مختلفه عن ده؟ لا، هو يعني كل مدير فني ليه طريقة مختلفة في الشغل، او طريقة الشغل اللي هو بيحبها. حلو. تمام. ده بشكل فني. الطريقة التانية مثلا ان هو مستر تاكس ما كان صارم شوية في كل حاجة، يعني كان عنده كده حتة ان هو مثلا ما فيش تأخير في المواعيد خالص. ما فيش تأخير في اي حاجة، هي كل حاجة تمشي. هو نفس اسلوبه في تعليماته للعيبة، مثلا هي كل حاجة تمشي زي ما هو راسمها بالظبط. ده غير طبعا ان احنا وقتها كنا بنلعب في الدوري الممتاز. لكن مستر ايجور كان الموضوع معاه مختلف، كان في مرونة شوية زي ما هو برضو في الكورة فنيا كان في مرونة بيديها للعيبة في الملعب، هو كمان كان بيدي مرونة للناس اللي بتشتغل معاه. وطبعا الموضوع مختلف لان احنا كنا في دوري المحترفين الاول الدرجة التانية تقريبا. هو جه في اخر شهرين في اخر موسم لينا في الدرجة التانية قبل ما يبقى في حاجة اسمها دوري المحترفين، وكان بيبقى هدفنا الصعود بس. ده كويس يعني كان الاثنين انت شايفه يعني انت كنت حاسه انا بس السؤال بس كل واحد ليه طريقه تفكير صح؟ طيب ده فادك بايه؟
يعني انت حسيتي انك استفدتي من مستر تاكيسو نياس في ايه واستفدتي من مستر اردو في ايه؟ هو على المستوى الشخصي مش المستوى الفني، طبعا انت بتستفاد من الافكار، ده شيء مؤكد. ان انت فكرة تحليل الاداء ان هو مش مجرد دورة انت بتاخدها بتذاكرها بتشتغل. الفكرة ان انت لازم تقعد تحلل، لازم تشوف افكار لمدربين كتير. ولو انت بقى بتشتغل مع مدربين وخاصة ان هم يكونوا مدربين مميزين يعني وعندهم افكار، فانت بتستفاد جدا من اختلاف افكارهم واساليبهم. على المستوى الشخصي فانت اكيد بتستفاد، يعني انا استفدت من مستر تاكيس ان مفيش حاجة اسمها تأخير في الشغل، والالتزام ده رقم واحد. دي حاجة فادتني يعني. يمكن قبل كده انا ما كنتش شخص مش ملتزم، بس لا، عرفت ان هو الالتزام ده بيبقى رقم واحد مش رقم اتنين، ما فيهاش هزار. ومستر ايجور استفدت منه كتير. ان استفدت من مرونته في التعامل، استفدت من ان هو بيثق في الناس ويدي فرص وبيكون صح، يعني بيكون عنده نظرة ورؤية. فمعاه كان الشغل فيه مرونه اكتر، صح كده؟ فده خلاكي تقدري تبدعي اكتر، اكيد صح. ايوه، يعني ابتديتي تقطعي مثلا بشكل مختلف، اداكي مساحه انك مثلا تبداي ان تتكلمي انا اقول معاه، رأيي. صح كده؟ مم. كنت بتتكلمي معاهم في نص الماتش ولا بتتكلمي بس في الاخر؟ يعني كان يعني انت كلامك مثلا المساحه اللي بيدوها لك في الكلام كانت بعد الماتش او في التمرين فقط، ولا كان مديكي مساحه زي ما بنشوف مثلا في اغلب مديرين فنيين النهارده بيبقى في لينك بينه وما بين محلل الاداء اللي قاعد فوق، مم. اللي بيصور، اللي بيتكلم، اللي بيحلل اللعيبه، ان كان اللي هو الشخص المنوط بانه يبقى معاه في الملعب بيكلمه، لان بيقول له مثلا انا شايف ان في هنا ثغره عند الفريق مم. الخصم، اللعيب ده انا ابتديت احس ان هو بيجري ابطا فاضغطوا عليه، اللعيب اللي عندك شكل، صح كده؟ مم. في حد خلاكي تتكلمي معاه في وسط الماتش، ولا هو الكلام بس كله بعد الماتش؟ تمام. لا، هو يعني الشغل طبعا بعد الماتش وقبل الماتش، الكلام لو في رأي، لو في نمط، لو في غلطة وقت الماتش فأكيد لازم أقولها. وطبعا بيبقى فيه، يعني كان بيبقى عندنا فكرة دايما في وادي دجلة المدرب المحلل. يعني هو مش محلل اداء، هو بيبقى مدرب، لكن بيبقى مختص بفكرة التحليل، ان هو يتابع الشغل اكتر مع محلل الاداء. محلل الاداء لو عاوز يقول حاجة بيقولها للمدرب، لان المدير الفني مش بيكون يعني متاح في وقت الماتش، هو في حاجات هو مركز فيها. ففكرة المدرب المحلل، ودي ابتدت أندية كتير على فكرة تعملها، ان يكون في مدرب يعني كل شغلته انتوا مدرب ليه بس؟ مهام. لا، مش بس هو جزء من شغله، اه جزء يعني من انا قصدي شغله. يعني خلينا نصيغ الموضوع بشكل مم. احسن، ان في مدير، ان المدير الفني مم. بيدي المدرب من المدربين المساعدين ليه مهام إضافية مهام خاصة اضافيه، اللي هي بالتحليل. منها فكره التحليل وتحليل الاداء في وسط الماتش كمان، صح كده؟ عشان لو عايز ياخد بالظبط معلومه كده. حاجه هو مركز في ال 90 دقيقه بتاعته مع اه، لعيبته، لكن ممكن مثلا بقى بيجي له بيتقال له انه فلان خلي بالك ما عمل كذا، يعني صح، واحد بس مثلا الموضوع هداف. كان بيمشي بشكل احترافي طبعا، يعني طبعا. مش مثلا عشوائية او كده، لا، بشكل احترافي. عارفين احنا هنقول ايه امتى. حلو. وبعدين فضلتي قاعده قد ايه في وادي دجله؟ بشكل عام 8 سنين في الفريق الأول أو قطاع الكورة، 4 سنين و4 سنين في الأكاديمية. حلو قوي. وبعد كده عملتي ايه؟ آخر شهر ليا في وادي دجلة اتنقلت لفرقة السيدات، بس بعد كده مشيت طيب ورحتي فين بعد كده؟ نادي مسار. حلو قوي، اللي هو توت دلوقتي، صح كده؟ لا، هو كان توت عنخ آمون اه انا ودلوقتي اسف. بقى مسار، صح، ماشي العكس. ماشي، ايوه صح، معلش. لما رحتي نادي مسار، طريقه الشغل بقى مع كابتن محمد اختلفت؟ يعني بقى ليكي ديوتيز اكتر او واجبات اكتر، ولا فضلتي على نفس الديوتيز اللي كانت مع مستر ايجور؟ لا، الموضوع مختلف حلو. علشان انا جيت على الجهاز، انا محلل اداء الفريق الاساسي. يعني ما كانش فيه قبلي حد، او ما فيش طريقة شغل يعني اتحطت قبلي. وطريقة الشغل عامة بشكل فني هي مختلفة تماما، لأن كابتن محمد بركات ليه فكر مختلف. يعني هو مثلا خلينا نشتغل بطريقة شغل هو اللي حاططها، هو اللي عاملها. الاساس طبعا بيبقى في التقطيع، صح؟ احتياجات المدير الفني اساس شغل التقطيع. طيب انت بقى لسه معاكي مساعدين في مسار، ولا انت لسه لغايه دلوقتي شايله القصه لوحدك؟ لا، هو أنا محلل الأداء الوحيد. انا فاهم، يعني ليكي معاكي مم. مساعد لا، لا. لسه، يعني انت اللي بقى شايله بقى الفيلم كله، المفروض بيعملوا اتنين اه، تلاته، انت شايله بقى لوحدك هناك. لا، هو مش لدرجة 2 3. هي الفكرة كلها ان تحليل الأداء بيكون ليه أقسام أو أنواع. ده موجود بره مصر، لكن لسه أصلا تخصص تحليل الأداء داخل مصر. يعني بره مصر بيكون في الفرق الكبيرة
سواء بقى درجة أولى أو درجة تانية. الفرق ممكن اللي عندها إمكانيات شوية، أو كمان برضو ده ناتج عن اقتناعهم بفكرة تحليل الأداء. يعني هو حاجة أساسية ومن زمان في محلل أداء، محلل الأداء الفني، محلل أداء الفريق، محلل أداء المنافس، المحلل الإحصائي، محلل الضربات الثابتة، محلل تحليل الأداء الفردي. فبيبقوا عدد كبير، ما بيبقاش واحد بس. ابتدت الفكرة تنتشر شوية، ممكن هتلاقي في الدول العربية في نادي كده ولا 2 ولا حاجة عندهم فكرة التيم بتاع تحليل الأداء. ممكن في مصر سمعت عنها من فترة في نادي معين، أو الاهلي شغال كده ناديين. دلوقتي، عنده 3 تقريبا اتذكر يعني. لسه ضامن واحد مصري للجهاز أيوة، تقريبا يعني، انا مش فاكر المعلومه غلط يعني. دي حقيقة فعلا. لكن طبعا احنا في مصر التخصص أصلا لسه بقاله كام سنة يعني. بس ففي محلل أداء واحد وهو اللي بيشتغل بأسلوب المدير الفني أو بالطريقة اللي هو عاوزها. طيب انا لما كنا بنحكي في الكواليس يعني كنت عارف انك مرتاحه جدا مع كابتن محمد بركات، جدا. وبيخليكي تعملي حاجات ممكن اوت اوف ذا بوكس. انا عايزك تحكي لي على القصه بقى لما وقفتي على السطح بتاع العماره دي دي، كانت لازم تحكيها لي قصة بقى. أو مغامرة لطيفة جدا. اه يمكن أنا متعودة على كده، فبالنسبة لي استغربت هي الناس ليه مستغربة. لا، هي انا اقول لك الناس مستغربه ليه. هم قليل لما يشوفوا بنت بتوع الاول مش محل الاداء، شايفين بنت طالعه على السطح واقفه بكاميرا، محدش فاهم الاول هي ايه. اللي فيهم شويه كوره فاهم ان دي اكيد بتشتغل محلله اداء، بنت محلله اداء، وهي المسؤوله رقم 1 عن تحليل اداء لفريق كره قدم رجالي كمان مش نسائي. يعني احنا بنتفهم فكره ان بقى موجود مديره فنيه ست لفريق كره نسائي، بنتفهمه يعني، ده فاهماني؟ حتى كمان برضو مش كتير قوي. بس يعني بدات الفكره تخش، يعني نادي وادي دجله مثلا عنده الفكره، فاهم قصدي مثلا؟ أيوة. فان ده مستساغ شويه، لكن محلله اداء لفريق كوره رجاله واحده ست، فعارفه الموضوع بالنسبه لهم في حاجه مش مفهومه. وبعدين بقى مش مثلا زي الناس الطبيعيه واقفه بقى عند الاستاد من فوق، لا، دي طلعت فوق سطح مبنى ومعاها الكاميرا بتاعتها وشغاله بقى، وكونتاكت بينها وبين المدير الفني او المحل او المدرب المسؤول عن التحليل، بتقول له خلي بالك في كذا، خلي بالك في كذا، خلي بالك في كذا. فاحنا عايزين نعرف بقى كواليس القصه دي. تمام. بص، احنا كنا في ملعب في كلية الزراعة بنلعب فرقة اسمها الفيوم، وللأسف الملعب مفيهوش مكان نصور منه. ودي حاجة يعني قصة مأساوية جدا، لأني لو صورت من المكان اللي موجود قريب جدا من الملعب والموضوع هيبقى سيء جدا. انا ما لقيتش اي حلول، فقررت ان انا ادور جوه الكليه على اي مبنى اقف فوقيه. المبنى الوحيد اللي كان قريب كان مقفول، فقلت اخرج بره الجامعه. هم اتفاجئوا بس لان هم يعني بتكلم مع المدرب قبل ما يدخل غرف الملابس، وبقول له يا كابتن انا بفكر اروح ادور على مبنى. قال لي مش هتعرفي تتصرفي لوحدك، يعني استني اندهلك الاداري. بس طبعا انا قلت اكيد كل الناس هتبقى مشغوله دلوقتي في شغلها، فانا لازم اتصرف من نفسي. فما لقيتش حد اقول له يعني، فمشيت لان هم كلهم كانوا في غرف الملابس. فرحت فلقيت نفسي الجامعة كبيرة وانا مش لاقيه اي حاجة حوالين الملعب. فقررت ان انا اخرج من الجامعة خالص، لاني شفت مباني قريبة من الكوبري. فقلت اروح ادور على المباني دي كانت بينا وبينها عشان اروح لها تقريبا حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده. يعني مشيت الشوية دول. رحت طبعا مبنى معاك الكاميرا شركة. بتاعتك بقى وشايله وماشيه الشنطة بقى كلها، اه ما انا ما طبعا ينفعش امشي من غيرها. طبعا العده لازم الاقي مستعده حل بقى. بالظبط. لقيت ايوه مبنى كبير، شركة كبيرة معروفة يعني، بس رفضوا ان انا اطلع. لقيت مبنى تاني برضو فيه ضباط وعساكر، وقالوا هتعمل لنا مشكلة وما قال لك يلا يا ينفعش. ابني من هنا، ها؟ ايه. قال لك يلا يا ابني من هنا. بالظبط. يعني بس انا خلاص أنا لازم الاقي حل. انا عقبال ما ارجع تاني ربع ساعة دي يعني ممكن يبقى الماتش بدأ. اه طبعا. فانا لازم الاقي حل. فلقيت مبنى تالت كده كان كله زي جمعيات كده وحاجات جمعية شرعية جمعيه وتحفيظ الخيريه. قرآن، ايوه، وحاجات زي دي. قلت لهم يا جماعة ممكن اطلع اصور؟ فصعبت كده على فرد الامن، قال لي ممكن تطلعي الدور التاسع السطح، لو لقيتيه مفتوح صوري. فطلعت لحد الدور التاسع بس ما لقيتوش مفتوح، وكان يوم جمعة، فقعدت ادور على المفتاح يعني مع الناس اللي هناك مش موجود. فابتديت ان انا قلت لو نزلت على الاسانسير خلاص التجربة انتهت. فانا لازم انزل دور اتحايل على الناس ان انا ادخل اصور من عندهم.
فالاول لقيتها عنايه مركزه، قلت له ممكن ادخل اصور؟ قال لي عنايه مركزه. جنب الدكتور ها؟ قال لي والله عنايه ناوليني مركزه المشرط يا رعايه. بنتي، وانت قاعده بقى. الدور اللي تحتيه كان تقريبا دور تحفيظ قرآن، قالت لي مسؤولية وأطفال وكده، قلت لها خلاص. نزلت دور كمان، لقيت حد بيقول لي كان مبنى جمعية شرعية أو دور يعني، قال لي ممكن تبصي من الشباك هنا. بصيت لقيت الكادر مش حلو قوي، قلت له مفيش مكان أوسع يعني، بلكونة أو كده؟ طموح عالي بقى. اه المبنى عالي والموضوع مغري جدا يعني، هيبقى الماتش أكيد من فوق كده، هبقى كاشفة كل حاجة. فقال لي في مبنى جنبنا انت ممكن تنطي من شباك كده زي شباك منور قدام الاسانسير، ممكن تنطي على المبنى ده، هتلاقي فيو رهيب وكاشف الملعب كله. بس انت مش هتقدري عشان بنت، وكمان المبنى ملهوش سور، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب. انا قلت شفته له فعلا لا المكان، وبتاع. مش بتصور والله، برافو عليك يا. قلت له لا، هو انا ما في تقلقش. رجاله تخاف يعني. قلت له ما تقلقش. فسيبته يتكلم كده، ولقاني بنط على طول على المبنى ده، ورحت لقيت المكان ما فيهوش سور. طبعا كان المنظر مرعب شويه، بس قلت انا هقف في النص، لان اصلا المكان ما كانش ثابت يعني، يمين مايل وشمال انا مايل. شفته، ما عشان انت على حاجه اسمها كوريجيتد تشيل يعني، بس عشان تفهم بس. دي عشان اوكي. المطر والعزل وقصه كده. مش هشغلك دماغي بالظبط. بيها قصه هندسه. خليكي بس في ايوه انت موضوعك. فاهم اكتر. فوقفت بقى في النص كده عشان ابقى ثابته، وثبت الترايبود بصعوبه، طبعا كانت الدنيا هوا، فضلت طول الوقت ماسكه الكاميرا والترايبود، انا لو سبتهم لحظه هيقعوا. هيقع. اه طبعا هيميل. بالظبط. بس وصورت الماتش، وكانت بالنسبه لي تجربه هايله يعني، لان المدير الفني هم انا فجاه لقيتهم كلهم في الملعب بيعملوا لي باي باي، مش مصدقين، وبيكلموني هو انت طلعتي ازاي؟ قلت لهم يا جماعه خلاص مفيش وقت شقاوه اشرح لكم. قديمه. شقاوه قديمه بعد ها. الماتش. بس لقيت الناس كلها بتصورني ومعرفش ليه منبهرين الصراحه ده انا وانا. لقيت ناس كتير بقى، وكابتن محمد بركات منزل لك تقريبا ستوري لا وبوست. نزل لي وكتب ان هي بطلة ماتش النهارده. والله يعني برافو عليك والله. اتغريت. طيب انت بقى بتشتغلي ازاي مع كابتن محمد بركات؟ يعني طريقه شغلك معاه ازاي؟ احنا طبعا كل يوم اجتماع يعني، قبل التمرين، بعد التمرين، قبل الماتش، بعد الماتش. شغلنا معروف يوميا من التمرين ومن الماتشات بالطريقة اللي هو حاططها لنا، تقارير الفيديو، وبنقعد كلنا وبنتناقش فيها. ده سواء في تحليل الأداء الجماعي أو تحليل الفردي أو تحليل الفرق المنافسة. انت بتحسي بقى معاه ان الوضع فيه بروفيشناليتي شويه عن قبل كده، ولا نفس السيستم؟ اولا حسيت ان انا لا عليا مسؤوليه طبعا اكبر، ودي حاجه كويسه جدا، طبعا. وفي الاول كنت خايفه يعني ان هو انا هقدر اكون كده لوحدي وفرقه لسه جديده ومكان لسه جديد. بس بعد كده لقيت ان الموضوع ماشي بشكل بروفيشنال جدا، وان انا مرتاحه يعني. يعني انت دلوقتي حاسه ان الوضع بالنسبه لك احسن، انك كتير. واخده زي ما بيقولوا كده براحك اكتر، واخده صلاحيات اكتر، صح؟ ايوه فده مساعدك انك بقى تفكري بدماغك شويه زياده. واضح ان كابتن محمد بركات من الناس اللي بتدي مساحه من التفكير. جدا يعني لكل الجهاز. مش متجمد الفكر اللي هو لازم تعملي اللي انا عايزه. هو هتعملي اللي انا عايزه بس بطريقتك. خلينا نقول بالظبط. كده يعني. صح، انا طالب منك 1 2 3 اعمليهم بالطريقه اللي انت تريحك، وتخرج الشغل بالطريقه اللي انا عايزها. صح كده ولا أنا فاهم ايوه صح. غلط؟ حلو. هو انت حاسه ان الجهاز استفاد من شغلك قد ايه بجد؟ يعني انت حاسه النهارده انت مثلا يعني فعلا كنت مثلا وهو مثلا بيدرب في حاجه انت لمحتيها بلغتي بيها خليته ياخد قرار ياثر على النتيجه في نص الماتش، ولا ما بتتكلموش؟ برضه هو برضه مسلم برضه قصه، برضه مدرب عام يعني او مدرب مساعد بيتولى القصه دي. لا عادي، ما احنا قلنا لو في حاجة لازم تتكلم، سواء بقى المحلل او المدربين. هو عامة بيدي فرصة او مساحة ان انت تتكلم، او ان انت تقول رأيك قبل الماتش، بعد الماتش، في وسط الماتش. ده يعني مديها لنا بشكل كبير. و يعني كان في شفت مديرين فنيين قبل كده سواء اجانب او مصريين، او مش بيحبوا حتى المدربين مثلا ان هم يتكلموا او يقولوا رأيهم. اه آه، كابتن محمد بركات تحس ان هو شخصية ناضجة جدا كمدير فني، فهو عارف كويس قوي ان هو يدي ازاي المساحة للي حواليه ويديهم الثقة معاهم. تواصلتي معاهم ازاي في اوضه اللبس بقى في بين الشوطين في ماتش فيلم؟ اصلك اكيد ما نزلتيش وطلعتي، اكيد فضلتي قاعده مكانك بين الشوطين، صح؟
تواصلتي معاهم ما ازاي؟ اتحركتش من مكاني. ايوه، ما انا اكيد ده اكيد ما يعني. عملتش اي حاجه. تواصلتي معاهم ازاي بقى؟ لا عادي، ما هو يعني بشكل عام بيبقى لما بيدخلوا مثلا الاوض او حاجه بيكون معاهم الموبايلات، ممكن وبيتكلموا يعرفوا بقى معاكي وانت يستخدموها بتبداي تقولي يعني لهم؟ في وقت كده معين، وبتبقى لاسباب بسيطه يعني او لاسباب سريعه كده. طيب الماتش عامه لما بيبدا، بتبداي شغلك الفني بيبدا مع بدايه الماتش، ولا مثلا انت مثلا الحاجات اللي ملهاش لازمه ممكن تكنسلي؟ يعني موضوع انت فاهم قصدي؟ يعني انت من اول دقيقه بتصوري وتشتغلي، ولا انت مثلا حاسه ان في هجمه بروميسنج كاونتر اتاك مثلا، انت شايف مثلا الكره قاطعه مثلا في نص الملعب، يلا شغل الكاميرا بقى ونركز مع لا لا الموضوع؟ لا، احنا بنبدأ شغلنا من اول الماتش. انت لازم يبقى معاك كل حاجة. يعني انت لازم تبقى بتصور الماتش من اوله لاخره، وسواء انت بقى بتشتغل مثلا لايف او انت ماسك ورقة وقلم بتدون حاجة بتكتب حاجة او على الايباد او اي حاجة، انت مركز طول الماتش في شغلك. مفيش حاجة ملهاش لازمة، فاهمني؟ لكن في حاجات مهمة ممكن تفكر فيها وقت الماتش بتتلحق. وفي حاجات خلاص يعني ده شغلك بقى اللي انت هتبدأه بعد الماتش. طيب انا عايز اقولك ان الجزء الاولاني خلص. تمام. خلونا نطلع بس فاصل صغير كده ونرجع علشان نكمل كلامنا بقى ان شاء الله في الجزء الثاني. استنونا.